الشخص ده كلمك في اليوم في اليوم ال40. عملت معاه ايه بقى؟ احكي لنا عن الشخص ده. حرق احداث، اشتغلت معاه 10 ساعات وما قبلش البروجكت. عملت ايه بقى معاه؟ ان هو كان طالب بروجكت ما كده، كان تقيل بالنسبه لي جدا، الكمبيوتر بتاعي ما يستحملوش. نزلت بعد ما اتقابلنا واتفقنا في كل حاجه، نزلت مول البستان، استلفت فلوس من والدتي وقتها كانت 2200 جنيه انا فاكر، عشان انا كاتب ميموري، كاتب انا استلفت من والدتي كام حاليا ورايح اعمل ايه والدنيا كلها. نزلت مول البستان، كنت انا محوش حاجه بسيطه، كملت عليهم، جبت بي سي ساعتها هيعرف اشتغل بيه الشغل دوت. رجعت طبقت 10 ساعات، سلمت الشغل للكلاينت. ما كنتش حامل الشغل بتاعي، بعت له البروجكت على طول، مش بعته حتى في قائمه الكونتراكت ولا اي حاجه. مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي، انا بخبط حد الحمد لله. الحماس من كتر الحماس انا متلخبط، يعني انا عايز اشتغل دلوقتي، اجيب البي سي دلوقتي، هسلم الشغل دلوقتي، طبقت دلوقتي، سلمت الكلاينت، مستني بقى اللي انا هاخد اول فلوس ليا، الله اعلم واعلم. اخده وبعد كده قال لي مش حابه للاسف، قال لي ما بقتش عايز البروجكت. كان البروجكت ده بكام؟ كان ب $10. $10. عشان انا في سكرين شوت بقول له طيب ينفع نعمله ب$5؟ بس وانا اي هعمل لك فلوس، ديسكاونت. حتى خليني احلل الفلوس، بالظبط، اقفله وتجلي. اي حاجه، انا عايز اي حاجه، فاترفض في الاخر.